السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بألف خير. كل سنة وانتم طيبين. العيد خلاص خلاص، ربنا يعود علينا الأيام بخير وسعادة وصحة وهنا يا رب. أتمنى ان انتوا تكونوا اتبسطتوا في العيد وأجواء العيد وكده. ونرجع بقى للفيديوهات بتاعتنا، وان شاء الله الفيديو النهاردة يعجبكم. هاخدكم معايا كده فسح حلوة جدا، وهاخدكم معايا كمان. هنلف كده في الشوارع، وكمان هنعمل مع بعض اكلات حلوة جدا. اتمنى ان انتوا تاخدوا منها افكار وتعجبكم جدا. يلا بينا بسم الله نبدأ الفيديو. اول حاجة بدأت بيها هي تقطيع الشمام. انا بحب قوي الشمام ده، او بيقولوا عليه شهد تقريبا. وزي عملته معاكم قبل كده، بحب اقطعه كده واشيله في الفريزر في علبة، اسفة في التلاجة، علشان اقدر ان انا اطلعه على طول كده على الاكل. اي حد بيطلبه، كمان بنتي بتحبه جدا، بتاكله كده بالشوكة من التلاجة وانا بقطع، هي قاعدة جنبي على الرخامة، ايديها في العلبة بتاكل منها. طبعا عايزة اقول لكم ان الفاكهة دي من الحاجات المهمة جدا، لان هي بترطب علينا جدا في الحر. كمان بتعوض كميات المية اللي احنا بنفقدها مع الحرارة ومع العرق وكده. فبجد من الفواكه اللي بحبها جدا جدا في الصيف، وخصوصا بقى لما بتبقى مسكرة وساقعة وفيها مية كده، بترطب بجد على القلب بشكل مش طبيعي. حطيتها بقى كده في العلبة وجهزتها، وهشيلها في التلاجة علشان تبقى سهلة وجاهزة على الأكل. اليوم ده كان قبل العيد بيوم. حبيت كده اعمل غدا مختلف، وكمان يكون صحي. عملت بطاطس كده متحمرة في الاير فراير. هقول لكم طريقتها بالظبط، بتطلع معايا خطيرة يا جماعة، وفعلا صحية وما فيهاش زيت كتير. وبتطلع مقرمشة وطرية من جوه، وحقيقي وهمية. تقدروا تعملوها كده او في الفرن. كمان عملت فراخ مشوية في الفرن، خطيرة خطيرة بجد. التتبيلة كانت تحفة، عملتها معاكم قبل كده كتير. تقدروا ترجعوا لأي فيديو فيه فراخ مشوية، أنا حطاه على الشورت بتاعت القناة. كمان حطاه في فيديوهات تانية كتيرة، فهتلاقوا طريقتها. ولو عايزين المقادير بالظبط قولولي في الكومنتات. وعملت معاهم بقى رز اصفر خطير، وحبيت اعمل صوص كده شبه بتوع المطاعم. ده الصوص اللي بيقدموه مع البرجر والحاجات دي، بيبقى حلو قوي بصراحة مع المشويات. انا بحبه جدا. وكمان عشان احنا عارفين ان هو المكان اللي بيعمل الصوصات دي مقاطعة، فهعمله معاكم دلوقتي. هو عبارة عن 4 معالق كده من الكاتشب، او انا بحط كمية كبيرة من الكاتشب، عليهم معلقتين من المايونيز، وكمان عليهم مية مخلل. وده السر بتاع طعم الصوص ده. كمان بيتضاف عليه بصل مخلل او خيار مخلل متقطع قطع صغيرة. تقدروا تبشروه او تقطعوه بالسكينة قطع صغيرة وتقلبوه مع الصوص. كمان ممكن تحطوا له شطة. والسر كمان في طعمه الحلو انه بيتحط له عسل نحل. هتحطوا عليه عسل نحل معلقة واحدة كده، وممكن تضيفوا عليه شطة لو بتحبوها، وبيكون سويت اند شيلي خطير خطير خطير. جربوه بجد، هيعجبكم جدا وهيعجب الولاد. تقدروا تعملوه لهم مع سندوتشات، مع اكله زي اللي انا عاملاها دي. بجد بيكون خطير. السندوتشات طبعا زي ما قلت لكم لازم تكون لايقه مع الصوص. مشويات بقى، فراخ مشويه او بانيه بتليق معاها برضو. كمان البرجر والحاجات دي برضو بيكون حلو قوي معاها. ده بقى كان غدانا يوم ليلة العيد تقريبا. كمان طبعا طبق السلطة انا ما بستغناش عنه في الاكل، بجد خطير. الفراخ كمان كانت دايبة حرفيا. اول يوم العيد بقى احنا فطرنا عند مامتي. طبعا الفطار بيكون فتة، ده حاجة اساسية. لكن انا عن نفسي يعني في بيتي مش بعمل فتة في الفطار الصراحة. يعني ممكن نعمل كبدة، ممكن نعمل صدق، الحاجات الخفيفة اللي احنا نقدر ناكلها الصبح. بس هي بقى عادة وكده يعني، فربنا ما يقطع لكم عادة. وهو الفطار في بيت ماما لازم يكون فتة. بنخلص صلاة العيد ونطلع على ماما بقى، ونلاقي الفطار جاهز، وربنا يا رب يبارك لنا في صحتها. بتكون محضره لنا احلى فتة ممكن تاكلوها. ده بقى كان الغدا بتاع تاني يوم العيد.
كان عبارة عن رقاق باللحمة المفرومة. اسفة، ده كان تالت يوم العيد، لان احنا تاني يوم العيد قضيناه في المنتزه، وكانت فسحة جميلة ورائعة فعلا، يعني من الحاجات اللي اتبسطت بيها قوي، وركبنا عجل وكان يوم خطير بجد. وكان العيلة كلها معانا. حبيت بقى كده ان انا اضيف على اللحمة المفرومة دي واحنا بنعصجها كده ملح وفلفل بابريكا، وكمان بهارات لحمة، حطيت رشة بسيطة كده عشان تدي طعم حلو للعصاج. وبعد كده هرست اللحمة المفرومة كده عشان كانت عاملة كتل، هرستها هرست البطاطس عشان اللحمة تبقى قطع صغيرة، ما تبقاش متجمعة كده كتل كبيرة. بعد كده هحضر التشريبة اللي هشرب بيها الرقاق بتاعي، وهي مكعبين كبار من الزبدة عليهم شوربة. انا حطيت الشوربة سخنة وكمان اللبن، وقلبت كويس جدا، وهضيف عليهم ملح وفلفل اسود وكمان رشة من البيكنج باودر. هقلب بقى الخليط ده كله كويس جدا، ولو الزبدة بتاعتكم مسحتش دفوها على النار زي ما انا عملت كده علشان تسيح كلها، وهقلبه مع بعض عشان كل المكونات تختلط. ده بقى الرقاق بتاعي، هبدأ ان انا اسقيه كده في الخليط اللي انا عملته. وانا مش قادرة اقول لكم ان طعم الرقاق نفسه خطير، طعم الزبدة مع اللبن مع الشوربة بجد حلو جدا. وعلى فكرة دي شوربة ريش ضاني، لان انا كنت سلقة ريش ضاني وشايلة الشوربة بتاعتها، وبجد كانت خطيرة مع الجلاش. بدأت كده ان انا اسقي الجلاش ورقة ورقة في الشوربة دي او في الخليط اللي احنا عاملينه ده، وارصها في الصينية بالشكل ده. مش مهم لو الورق بتاع الجلاش بتاعك اتقطع، مفيش اي مشكلة عادي، احنا بنحط كده يعني عارفين زي قص ولزق، ومش بيبان خالص، وبيطلع حلو جدا جدا في الاخر. اهم حاجة ما تسيبيش مكان فاضي، املي كل الارضية بتاعتك بورق الجلاش، وخلي الطبقات تكون متساوية، يعني الطبقات اللي هتحطيها من تحت قد الطبقات اللي هتحطيها من فوق. بعد كده بضيف اللحمة المفرومة كده في النص. طبعا الرقاق من اشهر الوصفات اللي احنا واجدادنا كلهم كانوا بيعملوها في العيد الكبير، بس انا عن نفسي يعني من الشخصيات اللي بتحب الجلاش. انا بحب الجلاش جدا اكتر من الرقاق، يعني احب احشي الجلاش لحمة مفرومة واعمله كده، احشيه فراخ، احشيه جبن. مش من عشاق الرقاق قوي يعني، وهو مرتبط عندي بالعيد الكبير دايما. وكمان عزومات رمضان زمان كان صينية الجلاش او الرقاق باللحمة، اسفة، من الحاجات الأساسية في أي عزومة عندنا. بدأت كده أقطعه بالشكل اللي انتوا شايفينه ده علشان لما يستوي ما يبقاش صعب في التقطيع معاكي. وبدأت كده أشربه ببقية الخليط اللي احنا عاملينه، اللبن والشوربة والزبدة على الوش. وبعدين هدخله بقى فرن سخن، وهسيبه لغاية ما ياخد لون على الوش كده. انتي لو الفرن بتاعك بيوزع الحرارة هتلاقيه بياخد لون حلو جدا. لو هو مش بيوزع الحرارة تقدري تفتحي الشواية عليه لما تحسي ان هو خلاص بدأ يستوي بقى خلاص واحمر من تحت. وده بقى كان شكل الجلاش بعد ما طلع، بجد كان خطير وطعمه روعة. حلو جدا جدا جدا، وبجد من احلى حاجات العيد. يلا بينا بقى كده نتمشى بقى في الشوارع. انا بحب قوي التمشية في الشوارع الصراحة، وبحب اتفرج على الناس، بحب امشي على البحر على الكورنيش. بجد من احلى الاحاسيس اللي ممكن تحسوها وانتوا ماشيين على البحر كده وشايفينه. تقدروا بقى تعملوا كده مع اولادكم كمان في اي ايام غير العيد، تقدروا تعملوا اكله بقى وكده وتنزلوا تاكلوها بره. بجد من الحاجات فعلا حلوه جدا وهتفرق جدا في نفسيتكم. هنا كان رابع يوم العيد او خامس يوم العيد تقريبا، كنا في الفان سيتي بتاعت سان ستيفانو. كانت خروجه برضو لذيذة جدا جدا، وفيروز اتبسطت قوي 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 في الملاهي، وانا كنت مبسوطة لان هي اول مرة بصراحة يعني تركب ملاهي ومراجيح وحاجات كده من غير ما تخاف وكده وتعيط. فكنت مبسوطة قوي بيها. الألعاب هناك حلوة جدا جدا، ومناسبة كمان للأطفال الصغيرين. اللعبة دي برضو عجبتني جدا جدا. أنا مش عارفة هي تنفع للكبار ولا لأ، بس أعتقد عادي يعني، ممكن نسأل كده ونشوف تنفع ولا لأ. وركبت كده جنب فيروز وكنت مبسوطة، وهو كان بيصورنا بقى.
الصراحة كان اليوم ممتع والألعاب جميلة. هتشوفوا كده بقى معايا بقية الألعاب اللي موجودة في المكان ده، بجد حلوة جدا. انتوا بتشتروا من هناك الكارت بتاع الألعاب وبتشحنوه. كل لعبة بيبقى مكتوب عليها سعرها، وانتوا بتشحنوا الكارت على قد ما انتوا عايزين، او على عدد الألعاب اللي انتوا عايزين تلعبوها. وبجد حلوة قوي قوي قوي. بس طبعا انا ما بنصحش بيها لو ناس عايزه مثلا مكان اقتصادي، فالافضل ان انتي تاخدي طفلك وتروحي مكان يكون فيه كيدز اريا، بيكون مثلا الساعة بمبلغ معين متحدد، وابنك بيقدر يلعب في كل الألعاب. لكن لو انتي الميزانية عندك مفتوحة شوية، تقدري ان انتي بقى تشتري الكارت بتاع الفان سيتي دي وتشحنيه تخلي الولاد يلعبوا بقى في الألعاب دي. فبجد حلو قوي قوي. وممتع جدا، والولاد بيتبسطوا بالألعاب. الألعاب فعلا جميلة واتبسطنا كلنا بيها. عايزة اقول لكم ان الالعاب كمان مش مقتصرة على الاطفال، لا ده في فيديو جيمز في المكان نفسه، بجد خطيرة وممتعة جدا لو حد كبير، لو حابة تروحي انتي وجوزك تلعبوا. والالعاب اسعارها يعني في المتناول، بتبقى 25 جنيه. ف لطيفة ولذيذة، وتقدروا تلعبوا بقى وتتبسطوا، سواء كنتوا كبار او كنتوا صغيرين. المكان بجد مناسب لكل حاجة. اتمنى ان الفيديو النهارده يكون عجبكم، وتكونوا استفدتوا وخدتوا منه افكار، سواء للاكل او للخروج والفسح. وكمان تقدروا تسالوني عن اي حاجه في الكومنتات لو عايزين تعرفوها. واشوفكم على خير ان شاء الله في فيديو جديد. ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو وتشيروه وتشتركوا في القناه لو ما اشتركتوش. وقولوا لي لو حابين اصور لكم اماكن تانية للخروج. وباي باي.